شكرا لك زميل عبد العزيز. سريعا الى سمو الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، بدايه نتحدث عن 20% التي وضعت النصر في ثالث الدوري، ووضعت النصر في نتيجه جيده لربما في الشوط الاول من المباراه نصف النهائي للخليجيه. والله اول شيء احب اعتذر لقناه الجزيره، اليوم كان في المفروض تكون مقابله معي لكن لظروف خاصه جدا ويعني ما قدرت اني البي الوعد، واتاسف للاخوان في نادي الجزيره وللجماهير كافه، يعني لانه يعني الجزيره قناة نحترمها ونودها ونقدرها، لكن طرأ ظرف خاص فاعتذر لهم كثير العذر. نور قناة الجزيرة في وقت سمو الأمير، والاعتذار مقبول بالتأكيد من الجميع، لكن حول أداء نادي النصر، حول 20% التي قمت بها أنت في نادي النصر، كيف رأيت مفعولها اليوم في هذه المباراة؟ الحين احنا ما احنا قاعدين نفكر في 20%، صراحة قاعدين نفكر في الشوط الثاني من نصف النهائي إن شاء الله، وإذا تأهلنا للنهائي بنفكر في الكأس، فنبغى ننسى 20% شوي، لانه هي ال 20% نحكي على كل الموسم، لكن الحين احنا مركزين مباراه يعني خطوه خطوه في كل مباراه. الحمد لله اليوم انا ما اعتقد انه ظهر النصر بمستواه الطبيعي، لكن الحمد لله اهم شيء النتيجه، وانك تحقق على ارضك اكثر من هدف، يعني اكثر من هدف، فرق هدفين. شيء طيب ان الشوط الثاني يكون في الامارات على الاقل، انك تكون مطمئن شوي. بعد الهدف الثالث سمو الامير، الا تشعر بان النصر تراجع نوعا ما، حافظ على هذه النتيجه رغم ان في عرف البطوله الخليجيه الهدف بهدفين يحسب لفريق الوصل الاماراتي، باعتبار ان 2-0 في الامارات تؤهل الوصل؟ صحيح، لكن يعني نادي النصر ان شاء الله نادي كبير وبيقدم مستوى جيد ان شاء الله في الامارات، وان شاء الله نظفر بالنتيجه ونتاهل للنهائي. امور كثيره تدور في النصر في الاونه الاخيره، حسين عبد الغني مصاب واجرى العمليه، نتحمد له بالسلامه، ايضا رحيل المحترف الكوري لي شينسو، وايضا قضيه اللاعب حسام غالي، كيف تعلق على القضايا الثلاث؟ ابدا، بالنسبه للكابتن حسين عبد الغني الحمد لله اجرى عمليه وعمليه ناجحه باذن الله، يبغى له من بين 4 شهور ل 6 شهور ليعود للملاعب. حسين لاعب محافظ، بيرجع باسرع وقت باذن الله. بالنسبه لي شانسو شرحناها احنا قبلها، طلع نائب الرئيس ووضحها، ما ابغى اخوض فيها كثير، لكن بالنسبه للكابتن حسام غالي طبعا عنده مقابله مع لجنه المنشطات الاسبوع الجاي، وبعدها بنشوف ايش القرار. حول اللاعب إلتون خوزيه، البعض اتفق وعارض الاداره النصراويه في الموسم الماضي على الاستغناء عن هذا اللاعب، انت اليوم كيف شاهدت إلتون خوزيه وكيف شاهدت قرار اداره نادي النصر؟ الحمد لله قرار صائب. شكرا لك سمو. شكرا.